مرحبا أصدقائي في كل مكان. سنتابع اليوم آخر الأعمال في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، الملعب الذي سيستضيف بعض مباريات كأس إفريقيا 2025 وكذلك كأس العالم 2030 في المملكة المغربية. في الجزء الأول من الفيديو سنتحدث عن التفاصيل العامة التي تظهر لكم، أما في الجزء الثاني فسنركز على التفاصيل الهندسية الدقيقة لمحبي الهندسة. سأترك لكم جميع مصادر الفيديو في صندوق الوصف، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة تشاهدوننا، بالإضافة إلى ترك تعليق لطيف. بدء الأعمال في الواجهات الخارجية حالياً. توقفت أعمال تركيب الغلاف الخارجي للملعب بعد وضع جزء صغير منه في الجهة الجنوبية الغربية. من المتوقع استكمال تركيب الغلاف بعد شد الكابلات الخاصة بالسقف، وذلك لحمايته من التمزق أو الاتساخ بسبب عمليات رفع القطع المعدنية الثقيلة، وأيضا بسبب الزيوت الناتجة عن المعدات الهيدروليكية المستخدمة في شد الكابلات المؤقتة. أما بالنسبة للإضاءة الخاصة بالواجهة الخارجية، فقد تساءل بعض المتابعين إن كانت ستكون ذاتية من داخل الواجهة أم خلف الأغطية الشفافة، أم أنها إضاءة خارجية مسلطة على الواجهة. وفقا لتصميم كتاب الفيفا، سيتم تركيب الإضاءة على الواجهة نفسها من الخارج وعلى 3 مستويات: منخفض، متوسط، وعال. عند مشاهدة الأعمال على أرض الواقع يمكن ملاحظة أن الغلاف الخارجي يتكون من 4 مستويات منفصلة، بحيث تترك بينها 3 خطوط لتركيب الإضاءة التي ستسلط للأسفل على الواجهة مباشرة، ما سيخلق تأثيرا بصريا رائعا بألوان مختلفة حسب الأحداث. التفاصيل الجمالية للملعب. لن تكتمل اللمسات الجمالية للملعب إلا مع الشاشات المضيئة التي ستثبت في أماكن متفرقة على الواجهة الخارجية. تخيلوا الإضاءة الملونة مع هذه الشاشات إلى جانب السقف المكتمل، ستكون النتيجة مذهلة. لكن كما هو الحال مع أي مشروع ضخم، الأعمال تحتاج إلى الصبر حتى نرى الملعب في حلته النهائية. التفاصيل الهندسية لسقف الملعب. كل ملاعب كرة القدم تستخدم الكابلات والهياكل المعدنية بتصاميم متشابهة، لكن يختلف شكل التصميم الخارجي ليمنح كل ملعب طابعه الفريد. تختلف أشكال الكابلات من ملعب لآخر، بعضها مرصوص عموديا وبعضها أفقيا والبعض الآخر مائلا. بالنسبة لملعب ابن بطوطة سيتم تركيب الكابلات أفقيا، وهي المعروفة باسم رينج كيبل، وهي الكابلات الدائرية الرئيسية. أما الكابلات الفرعية فتسمى راديال كيبل، وتكون على شكل أشعة الشمس الممتدة من الحلقة الدائرية المركزية إلى الهيكل الخارجي للملعب. أهمية الدقة في تركيب الكابلات على عكس الهياكل الخرسانية التي يسمح فيها بهامش خطأ معين، فإن الكابلات المعلقة يجب أن تكون بدقة 100%، أي أن أي خطأ غير مسموح به. الكابلات تأتي من المصنع غير متصلة، لذا يتم شدها وربطها باستخدام مكبس ميكانيكي ضخم يضمن إحكامها التام. التشطيبات الداخلية والخارجية. إلى جانب الأعمال الهندسية، هناك تقدم في تشطيبات داخل الملعب، خاصة في غرف الضيافة والممرات. في الخارج تستمر أعمال صب الخرسانة للممرات والمناطق المحيطة. إذا وصلت إلى هذه النقطة فأنت من المتابعين المميزين. لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من التطورات. أخبرنا في التعليقات عن الملعب الذي تود أن نغطيه في الفترة القادمة. نراكم قريبا في فيديو جديد. سلام.